السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوكتيل أخبار. هذه عناوين: إصابة بعض لاعبي المنتخب المغربي، تضطر الركراكي للقيام بعدة تغييرات قبل خوض مباراتين الوديتين. الاتحاد السوداني لكرة القدم يختار مدربا مغربيا للإشراف على منتخبه الأول. بعد أن أكدت الجامعة الملكية لكرة القدم على أن المنتخب المغربي سيخوض مباراتين وديتين شهر مارس المقبل، وستكون الأولى ضد المنتخب البرازيلي يوم السبت 25 مارس على الساعة 10 ليلا، ذلك في الملعب الكبير بطنجة. وستكون هذه المباراة أول ظهور للأسود بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. ولهذا فقد كان الناخب الوطني وليد الركراكي دائم السفر، وذلك للبحث عن مواهب كروية مغربية خاصة بأوروبا. وقد وجد الركراكي نفسه بالفعل مجبرا على إجراء تغييرات مهمة خلال المباراتين الوديتين، وستفرض غيابات بداعي الإصابة، كما هو الشأن بالنسبة لأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ، بالإضافة لأمين حارث لاعب مارسيليا. ستفرض على الركراكي القيام بتغييرات مهمة على قائمة الأسود. وبعكس ذلك فقد تلقى الركراكي أخبارا سارة بعودة آدم ماسينا لاعب أودينيزي الإيطالي من الإصابة، ومن المتوقع جدا أن يلعب الأخير في مركز الظهير الأيسر بدلا من نصير مزراوي. دون أن ننسى إبراهيم دياز لاعب AC ميلان الإيطالي مع المنتخب المغربي بعدما أعطى موافقته المبدئية على تمثيل الأسود. ذكرت وكالة السوداني الأنباء سونا يوم أمس الأربعاء أن الاتحاد المحلي لكرة القدم تعاقد مع الناخب الوطني بادو الزاكي للإشراف على تدريب المنتخب الوطني السوداني، بعدما فسخ بادو الزاكي تعاقده مع فريق هلال الشابة التونسي. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا دعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.